أكيد في ناس كتير قالت لك إن الCV بتاعك وورقك وشهاداتك أهم حاجة عشان الشغل. اسمح لي أقول لك إن الكلام ده مش صح أوي. طبعًا الCV مهم وشهاداتك ليها قيمة ما حدش يقدر ينكرها، بس في حاجة أهم بكتير، حاجة ممكن تفتح لك أبواب الCV لوحده عمره ما هيفتحها. شخصيتك، طريقة تفكيرك، إزاي بتتعامل مع المشاكل، إزاي بتتكلم وبتعرض أفكارك. هل أنت بني آدم إيجابي الناس تحب تشتغل معاه؟ والّا شخص سلبي وبتصدّر طاقة مش حلوة؟ هل عندك فضول تتعلم وتتطور والّا فاكر إنك خلاص جبت آخر الدنيا بالشهادات اللي معاك؟ أنا قابلت ناس الCV بتاعها ممكن على الورق ما يبقاش مبهر أوي، بس لمّا تقعد معاهم 5 دقايق بس تكتشف إن هم عندهم كاريزما وذكاء اجتماعي وقدرة على حل المشاكل تخلّيك تقول هو ده الشخص اللي أنا محتاجه في الفريق بتاعي. وقابلت ناس تانية الCV بتاعها مليان شهادات وكورسات، بس لمّا تقعد معاهم تلاقيهم فاضيين من جوّه وشخصياتهم صعبة وما بيتطوروش. الخلاصة يا صديقي إن طبعًا اهتم بورقك وشهاداتك ما فيهاش كلام، لإن دي برضه حاجة ليها علاقة بالمجتمع اللي إحنا عايشين فيه، مش ليها علاقة بالشغل بس. بس الأهم بكتير إن أنت تبني شخصيتك وتطوّر عقليتك، دول العملة الحقيقية اللي هتكمّل معاك في أي شغلانة وأي مكان. شخصيتك هي الCV بتاعك اللي ما بتتكتبش في ورق، بس اللي الناس كلّها بتقراه.